أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومودة، وأهلا وسهلا بكم في القناة. قبل أن نبدأ المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة واترك لنا تعليق محفز لنستمر في نشر المزيد ومشاهدة ممتعة. اسماعيل الصفراوي المغربي اليوم. كوتش عادل، صراحة التصريحات اللي دليتي بها مؤخرا هي تصريحات خطيرة. لنكون صراحة، تكلمتي على ان ما تقولش خطيرة ما تقولش خطيرة، لان ولا قولها فرونسي ولا قولها باش الناس يعني خطيرة. تكلمتي على ان المنتخب المغربي كيختار الاوقات ديال المقابلات ديالو، تكلمتي على ان المنتخب المغربي والجامعه كتحكم في الكاف، وهذه تصريحات خطيره. اليوم اعتقد على ان لا ما تدخلش، خليني نواجهك، ما تروحش بعيد، ما تروحش بعيد، خليني نواجهك. اعتذار، واما انك تعطي ما عندناش في محكمه. سيل فو بلي كوتش، اكسكوزي سيل فو بلي. تعرف قوه الاتحاديه تاع واسمو تاع المنافس تاعنا، راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه يعني في كره القدم، فهمت؟ والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبونا هما 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا، وهم الان يفرضوا نفوسهم، فهمت؟ هذه الامر ما عندك وديروا الحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما. لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير وتلعب ضد امور اخرى الخفيه، فهمت لي، تاع كره القدم. هل تتخوف من الكوله؟ J'étais en train de poser la question. Je vous explique. C'est pas un dialogue entre vous et le coach. C'était une question. إذا نرجع واش عندكم دلائل على تصريحات ما بها فهمتش. او لا؟ اليوم غادي تقدموا اعتذار؟ لا شوف، ماشي شوف، هذا السؤال صافي. كاين نهضر على كل اتحادية. ما تقلق صاحبي، استغفر. Derrière, posez directement la question, le coach répond. C'est pas un dialogue, s'il vous plaît. ماشي ما تقلقش. Allez-y, coach. شوف، كيتكلم على قوة تاع اتحادية، تتكلم على تنظيم، ما تاخذهاش بالنقص. هذه واحدة. ثانيا، تحب تقول سؤال إلى جاوب آخر، أنت حر. احنا تكلمنا وكل اتحادية تقدر تغير حاكم في المباراة، يعني على حسب قوانين. هذا ما نعرف ولا ما نعرفش القوانين، حاجة واحدة أخرى احنا نتعلموا. ولكن كيتكلم على تنظيم، تكلم على منتخب اللي راه قوي كما كانت مصر من قبل، كما كانت تونس من قبل، كما كانت الانديه المنتخبات الاخرى. الانسان ما ياخذش الا السلبيات ويعاود يديرها تاويل اخر. انا هذه اللي حبيت نقصد. تفضل. Merci, on va prendre deux dernières questions pour le coach. كوتش السلام عليكم. يلزم ناس موقع ما 24 تي في. كوتش انت صرحتي بان احنا اخوه وكاين علاقه كتربطنا، لكن الغريب ان كل مره كتبدوا الجامعه القجع الكولاسه. واش القجع هو اللي سجل المره اللي دازت على تنزانيا؟ لا، ما نتكلموا على رئيس تاع اتحاديه، نتكلموا على مباراه. انت دخلت على طول على الامور هذه خارجه السؤال هذا. خارجه 1 2 3 1 2 3 انا نقول لك نتمنى ان هذه المنتخبات ما تجوش الى الدور الثاني. الكواليس التي يقوم بها الاتحاد المغربي، وهذا شاهدناه في الكثير من المناسبات. ولا مسؤول مغربي تحدث عن هذا، لكن هل قادرين ننافسوا المغرب في لا، دوك ما نقعدوش غير حنا نتكلموا على القجع ولا هل عنده هل ما عندوش. عماد، دعك من المغرب ودعك من القجع ودعك من تاع شكون اللي ياخذ قرار باش يحبس التبهديله هذه. كاين ناس ما حبش تاخذ هذه الديسيزيون وهما المسؤولين على هذه المشاكل هذه. هنا عندنا رجال ونساء باش نافونسي باش نفوتوا بوكو دو بيي اللي راهم دوكا يتمرمدوا. حنا نقعدوا يجيبونا هذوما اللي عديان تاعنا يباطوجيونا. خسرنا بريمي تور، خرجنا كوب دي موند، خسرنا. واش لي بيبي زعفوا نهار لي بيبي اللي زادوا نهار خسرنا مع الكاميرون وزعفوا. لي تيران كاين في الجزائر، كاين الله يبان لي ستاد عالميه. لما احنا نديروا كوب دي موند، نجمو نديروا كوب دي موند. في عود نديفلوبيو الفوتبول كل دقيقه او القجع وحنا البعج اللي عندنا ماشي القجع، عندنا بعج احنا في الفوتبول كل دقيقه القجع. لا جاي انت
انتخب روحه ولا يخدم لبلادو بصحته. بصح انا كنت تخدموا لبلادنا ونعسوا القجع طلع عندنا الترفانه بالقجع. انا نهدر بريزيدون اللي يجي لازم يديفلوبي لي بروبوز. انا يسمع رشوه لازم يروح كل شيء كاع رانا رايحين نعلفوا ونقولوا وقتاش. والله ما يطلع علينا ربح طونك رانا نكذبوا مصبح لليل. حقنا الربع النهائي. الربع النهائي ما نقولوش كنا مرشح بعد المستوى الكبير الذي حققناه امام المانيا. كنا نقولوا خلاص كاس افريقيا في الجزائر. صحنا هذيك الدوره كانت عندنا كلاسه مغربيه كنا نفوتوا للنهائي انا ذاك. دوك هذه الامور اللي حتلعبوا عليها لما تشوف منتخب مغربي اول منتخب لحق لي كوت ديفوار وحيواجه حيلعب في الملعب اللي حيلعب فيه تفهم باللي هناك امور تلعب في الخفاء في الكاف. واش نقول ان شاء الله يخرجوا من الدور الاول. نتمنى بيان سور يخرجوا من الدور الاول. تتمنى انه يخرجوا من الدور الاول؟ بيان سور نتمنى المغرب يخرجوا من الدور الاول باسكو ما يجري الان في الكاف وحرمان الجزائريين حرمان اتحاد العاصمه حرمان رياض محرز من العديد من الجوائز. نظن انه هنا اصبحت لعبه قادره ظهرت للعيان. الان نتمناهم ان شاء الله ما يجوزش كاع الدور الاول ونتمنى ان شاء الله غير المشاكل داخل المنتخب المغربي. امر رايي. نعم رايي. نعم رايي. واش قالوا ناصر؟ شكرا. رايي. شكرا. السلام عليكم. نعم شكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتموه لنا في هذا أسرة برنامج الكرة العربية. أقول لك عزيزي هيكل أن كأس افريقيا لن يتأجل بالمطلق، وأن كل ما هناك نقاش بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم على مستوى تأخير المنافستين لبعض الأيام لا أقل ولا أكثر، لأن تاريخ نهاية بطولة العالم للأندية البطلة هي 13 جويلية، وبالتالي أن في أحسن الأحوال قد يتأخر إلى 15 أو 20 من نفس الشهر انطلاق منافسات افريقيا 2025. المغرب جاهز ان شاء الله بحول الله. كل المؤشرات تفيد بان المغرب يسير بخطى ثابته نحو هذا التاريخ، والاكيد ان في الايام القليله القادمه سيكون الحسم النهائي في تاريخ انطلاق منافسات كاس افريقيا 2025. التاجيل غير وارد بالمره، والتاخير وارد من خلال النقاش بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكره القدم ان شاء الله. واضحه العمليه، وخاصه انه في المغرب نعرف جيدا بالنسبه للاجواء المناخيه ما فيش مشاكل، حتى لو كانت لو يقع تقديمها تاخيرها بشهر ما فيش مشكل. في المغرب نعرف جيدا دائما الاجواء المناخيه جيده جدا. هو حتى يوم امس في الكواليس مع كابتن نادر كان سالني هذا السؤال وحاولنا ان نجيب على هذا السؤال مع الاستاذ محمد الميغودي. نمشي مباشره مباراه الجزائر وانغولا بعد قليل. ممكن المباراه التي ستاخذ أكثر حيز زمني هي مباراة المنتخب المصري مع موزمبيق، ولكن نعرف سايس لن نقع في فخ الكبار أمام تنزانيا. لفت رومان سايس قائد المنتخب المغربي الانتباه إلى مفاجآت الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في الكان غدا الأربعاء بمواجهة ستجمعهم بالمنتخب التنزاني. وصرح سايس في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الثلاثاء: هذه المفاجآت تعيد للأذهان ما قلته في تصريحات سابقة بأنها دورة في غاية التعقيد وستكون شقة. وأكد: ستكون صعبة على الجميع ولا مجال فيها للترشيحات أو الحديث عن منتخبات مفضلة على الورق. هذا الوضع نبهنا لما يمكن أن يحدث معنا، لذلك نحن جاهزون. وتابع قائد المغرب: واجهنا منتخب تنزانيا في تصفيات مونديال 2026 لكنه سيكون مختلفا وشرسا هذه المرة. وأشار إلى أن منتخب تنزانيا سيحاول أن ينصب للأسود نفس الفخ الذي نسجته المنتخبات المغمورة أمام الكبار في أول مباريات البطولة الجارية. وشدد: لن نسمح له بذلك. واختتم: المعنويات مرتفعة وجمهور المغرب جاء لدعمنا والحافز موجود لتحقيق الانتصار الأول. أتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.